عارفين ليه بنصوم صيام العذراء 15 يوم؟ لما وقت انتقال ماما العذراء للسما قرب، ربنا قال لها على اليوم اللي هتنتقل فيه، وفي اليوم ده جمعت التلاميذ والعذارى حواليها وباركتهم، وجه ربنا مع الملائكة واخدوا روحها الطاهرة، وتم تكفين جسدها وراحوا يدفنوه. وهم رايحين القبر جم بعض اليهود وكانوا عايزين يمنعوا الدفن، وواحد منهم اتجرأ وحط ايديه على الصندوق، وفي وقتها فورا ايده انفصلت عن جسمه وبقت متعلقة، ولما آمن وندم على اللي عمله بصلوات التلاميذ ايده رجعت زي ما كانت. وفي وقت نياحة العذراء كان في واحد من التلاميذ مش موجود، وهو القديس توما الرسول، وده عشان كان ساعتها بيبشر في الهند. ولما رجع قال لهم: أنا مش هصدق إن العذراء ماتت غير لما أشوف الجسد. وفعلا التلاميذ راحوا معاه القبر عشان يوروه الجسد وإن العذراء خلاص راحت السما، لكن اللي حصل هناك كان مفاجأة، وما لقوش جسد العذراء. وهنا توما راح حكي لهم إيه اللي حصل، إنه وهو جاي في الطريق شاف جسد ماما العذراء والملائكة واخدينه في منظر جميل للسما، وقالوا له أسرع وقبل الجسد. وساعتها توما اتأكد من المنظر اللي شافه، وقال لهم الروح القدس إن جسد والدة الإله أم النور ما ينفعش يكون في الأرض، وربنا وعدهم إنه هيوري لهم جسد العذراء تاني. والرسل فضلوا بيصلوا ويصوموا لمدة 15 يوم مستنيين الظهور، لحد ما جه اليوم ال16 من شهر مصر، وتم الوعد وجه السيد المسيح ومعاه العذراء وهي جالسة عن يمينه. والكنيسة قررت إننا نصوم 15 يوم، وفي اليوم ال16 بنحتفل بتذكار ظهور جسد العذراء أم النور. شفاعتها تكون معانا.